حق انتفاع بعد الزراعه. طب هو ال 100,000 فدان في العقد الاولاني ما كانوش مشروطين؟ لا يا فندم، بزراعه او استصلاح، كان عقد تملك. تمام. ايوه زي ال10 دلوقتي. تمام. ال10 طيب. دلوقتي تملك. ليه 10؟ لان عمل شبكه ري على 10,000، صحيح ما زرعش الا 2000 ولا حاجه ولا 1600. 1000 فدان. لا اكثر شويه. مصر كلها بتقول 1000 فدان يا فندم. نعم؟ مصر كلها بتقول 1000 فدان. لا مصر كلها انا زرتها اصل الحته دي يعني. ومزروعين عنب كاليفورنيا كمان. طيب هو ماله؟ ما هو العنب ده لا يعني انا اقصد هو عقده بالمناسبه في شرط، في بند في العقد بيتيح له يزرع اي حاجه براحته، ومصر مش من حقها تفرض عليه اي نوع زراعات معينه، وبالتالي هو ما بيزرعش اي حاجه تفيد البلد. طبعا مش شرط يكون قمح، يعني مش شرط. وانت لما بتزرع حاجه وتصدرها ده ما بيفيدش البلد؟ ما هو برضه. لا يا فندم، العائد لما اكون مصري وازرع حاجه تفيد البلد، لما عائد تصديرها هيجي لي هنا. انما لما اكون سعودي واصدر حاجه من مصر، عائد تصديرها هيرجع على سويسرا او على السعوديه. اللي عايز انا يعني ارجو ان سعادتك تكون متفاهم وجهه نظري. متفاهم. عائد التصدير بتاع الوليد بن طلال بيرجع مصر ولا بيرجع السعوديه يا فندم؟ لا، الناتج المحلي الاجمالي بتاع اي بلد، ما ينتج على ارض البلد بيحسب في الناتج المحلي الاجمالي بتاعه. هيحسب كارقام بس. كرقم. لكن اذا كانت العماله بتاعته من ماليزيا واندونيسيا ومن دول جنوب شرق اسيا. ماليزيا ايه بس؟ اذا كنت بتقول ما زرعش القمح في الدم، ما احنا مش ايه يعني. انا قصدي اقول ايه؟ ان احنا حسنا شروط العقد، 10 تمليك، 15 لا يملكوا الا بعد الزراعه، ما فيش هيرجع. ال 75 انا كنت عايز بقى سعادتك تقول لي ال 75 وزاره الزراعه دول بتفكر هتعملهم ازاي؟ 75,000 فدان. احنا المركز المصري للنزاهه والشفافيه يا فندم عرضنا اقتراح، مش عارف سعادتك انا قريته. طيب يا ريت تساعدونا على ان احنا نعمل شركه مساهمه يساهم فيها كل المصريين ونزرع احنا الارض دي. قوي. وانا اقترحت ده الاقتراح، ان احنا وزاره الزراعه ال 75,000 فدان دول اولا يخصصوا لشباب الخريجين وشباب الثوره، ويكونوا من برضه من المناطق القريبه من الصعيد وكده، لان كانت الناس بتقول لك هو مين هيرضى يروح يزرع في الصعيد ويروح تشك؟ لا انا رايي هم الناس بتوعنا بيروحوا الكويت والسعوديه والخليج تحت 60 درجه مئويه ويشتغلوا ويشيلوا التراب، ما فيش مشكله. فاحنا لو خصصنا الناس دي الارض دي للشباب بتاعنا والخريجين بتوعنا، وبالذات الزراعه والطب البيطري والفئات الاخرى، وبعدين يعطى اولويه لاهالي المحافظات المجاوره والمحيطه بتوشكا، بس بشرط بقى ما نجيش لكل واحد 5 فدان ونقول له روح انت بقى لا طبعا لازم نعمل له البنيه الاساسيه. لازم نعمل له بنيه اساسيه، والبنك التنميه والائتمان الزراعي مجهز انه يدي لهم قروض، والوزير اكد على كده. يعني هو ساعتك تبقى شركات، يبقى جمعيات تعاونيه كبيره او شركات كبيره بحيث تستخدم التكنولوجيا الحديثه في الزراعه، يبقى في دوره زراعيه، يبقى في تركيب محصول اللي حضرتك بتقول عليه، نزرع المحاصيل اللي احنا عايزينها، نعمل مصانع تخدم على لو عملنا بنجر، لو عملنا قمح، لو عملنا محاصيل زيتيه، يبقى مصانع، يبقى انت بالحاله تربط بين الانتاج والتصنيع، ولو تصدر لو تنتج محلي وتشغل شباب وتملك الناس بتوعك يعني. هو اللي ساعتك قلته ده اقتراح برضو جيد، واحنا اقتراحنا مازال معروض، واحنا ممكن نتولى الموضوع ده ونفتح باب الاكتتاب ونأسس شركه مساهمه تزرع الارض، اذا وزاره الزراعه ساعدتنا في المساله دي. هنعملها بالمزاد ولا ده المصريين كلهم يا فندم اللي هياخدوها، مزاد ايه بقى؟ ده شركه مساهمه هيساهم فيها كل المصريين كلهم. يعني هنقدر الثمن ازاي؟ بالمزاد ولا باللجنه العليا لتثمين الاراضي بقى؟ قول حضرتك انت الصح. والله اللي سعادتك شايفه الصح القانوني. لا القانون نمشيه ان شاء الله. الله يكرمك. لكن طبعا لما بتبقى للمصريين بتبقى ممكن لو ببلاش بيبقى احنا كسبانين يعني. احنا سعادتك قريت الهيكل بتاع الشركه اللي انا اقترحته؟ طبعا قريته. وايه راي سعادتك فيها يا فندم؟ ممتاز. طيب احنا خلينا يعني احنا بنشكرك يا دكتور سعد، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعه، كل الشكر لحضرتك. خلينا نرجع مره ثانيه بقى لموضوعنا استاذ شحاته، يمكن تحديدا بعد كلام الدكتور سعد ان الاتفاق ده مش اتفاق نهائي ولا هو اتفاق ملزم، لكن هو اتفاق اطاري او زي ما بيسموه نوايا خطاب، وان في الاول وفي الاخر الموضوع هيتم عرضه على الجهات المختصه. طيب حضرتك بعد الكلام ده حضرتك شايف ايه؟ او خطواتك الجايه هتكون ايه في الدعوه اللي حضرتك رافعها، خاصه ان هم قالوا ان ده مش اتفاق نهائي؟
شوفي انا طبعا مش عايز استبق الحكم القضائي، وانا عندي ثقه كامله جدا 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 في قضاء مجلس الدوله، لانه يعني انا رايي انه قضاء مجلس الدوله هو الشيء الجميل الوحيد في مصر دلوقتي. فانا عندي ثقه كامله في القضاء، وانا منتظر الحكم زي ما الحكم يقول، لانه اللي حصل ان القضيه منها كانت محجوزه للحكم امبارح، وكنا المفروض منتظرين صدور الحكم. اتفاجئنا بان شركه المملكه جت وقدمت طلب فتح باب مرافعه عشان تتدخل في الدعوه، فالمحكمه اجلت لها اليوم 10/5 لاتخاذ اجراءات التدخل. فالاتفاق ده هيحاط علما بيه المحكمه وهيتقدم، واعتقد انه اتقدم دلوقتي. فبالتالي الحكم اللي هيصدر على اساس هذا الاتفاق الاطاري. فانا الاول انتظر الحكم. يجوز انه الحكم يذكر هذا الاتفاق الاطاري في حيثياته ويبطله هو ايضا، حسب ما انا قلت في الاول. احتمال، الله اعلم، انا برضو ما عنديش اي معلومات، ده انا بقول احتمال انه الحكم يضع هذا الاتفاق الاطاري، وارجو ان الدكتور سعد نصار يكون لسه سامعني. ارجو احتمال ان هذا الاتفاق الاطاري يوضع في اسباب الحكم ويبطل هو ايضا، ده احتمال. وبالتالي الوليد والحكومه المصريه عادوا لنقطه الصفر، ويبقى كده خلاص مش محتاجين شحاته ودور انتهى، ويبداوا يطرحوا الارض وفقا للقانون اذا كان الوليد فعلا جد في الاستثمار الزراعي. لان انا معلوماتي ان هو طيب في نقطه هنا يا فندم، حضرتك دلوقتي هو بيقول ان هو صرف على الارض دي 450 مليون جنيه، فلو كنتوا عايزين يا فندم هذه النقطه مردود عليها. اذا كان الوليد عايز اللي صرفوا على الارض، احنا كمان عايزين ايجار الارض مده 15 سنه. يجيب لجنه دوليه تحدد ايجار الارض مده 15 سنه قد ايه، واعتقد هيبقى لنا فلوس عند الوليد، واحنا بنقول له مسبقا احنا مسامحينه فيه. طيب وتعليق حضرتك ايه على ان الاتفاق ده، يعني هم حاولوا يوصلوا لاكثر الحلول ارضاء، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نحتفظ بالارض ب 75%، وفي 15% برضو مش هيمتلكهم الا بعد الزراعه. تعليق حضرتك ايه على ان ده حفاظا على العلاقات المصريه السعوديه، وفي نفس الوقت حفاظا على الاستثمار في مصر؟ ما هو ده المشكله في القضيه، ان السياسه اتدخلت فيها. الايه؟ السياسه والعلاقات السعوديه اتدخلت فيها، هو ده المشكله في الموضوع. لكن انا زي ما قلت الدكتور سعد، احنا المفروض نفصل تماما ما بين العلاقات السعوديه وما بين الوليد كمستثمر، لان الوليد مش بقى بيستثمرش في مصر في الزراعه بس، ده عنده في القاهره لوحدها 20 فندق في القاهره بس، غير شرم الشيخ والغردقه، خدتي بالك؟ فهو بيستثمر في مجالات كتير، اضافه للاستثمار الاعلامي بتاعه في قنوات روتانا، فهو مجالات استثماره في مصر كتيره جدا جدا. طيب هستأذن حضرتك بس، معانا اتصال وبعدين نكمل. معانا الاستاذ سالم من حلوان. مساء الخير يا استاذ سالم، اتفضل. مساء الخير يا اساتذه. مساء الخير يا فندم، اتفضل. ربنا يبارك فيكم. انا ليا مداخله بسيطه، الله يبارك فيك. اتفضل يا فندم. كلامنا كتر عن الوليد. في مزرعه 80,000 فدان باسم الركحي، محدش جاب سيرتها في الايام اللي فاتت دي خالص، ايه وضعها رخر؟ انا معلوماتي ان الركحي زارع شغال بيزرع. زارع وياخد 80,000 فدان. هو احنا زعلانين على 25,000 بتاع. حضرتك اثرت نقطه قانونيه، بس انا عايز اقول لك انه الدافع الاساسي لينا كلنا في موضوع عقد الوليد كان حاجتين: الشروط المجحفه في العقد، وانه ما زرعش الارض. لكن اعتقد انه الراجحي شاري وفقا للقانون، وفي نفس الوقت اعتقد برضو انه زارع. انا سالت ناس بيروحوا تشكى قالوا ان الراجحي زارع. لكن على فكره هو الخطوره في موضوع الراجحي انه بيزرع حاجات ما بنستفدش بيها. بيزرع برسيم حجازي عشان يصدروا السعوديه، هم هناك بيستفيدوا بيه. والبرسيم الحجازي حسب معلوماتي ان هو بياخد ميه كتير جدا 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 جدا. دي المعلومات اللي عندي عن موضوع الراجحي. لكن هو موضوع الوليد منه كان من 5 سنين واخد ضجه اعلاميه ضخمه جدا، ان الشروط بتاع العقد هي اللي لفتت نظر الناس لقضيه الوليد تحديدا يعني. فلكن عموما نبحث موضوع الراجحي يا فندم، ونشوف لو العقد فعلا مخالف للقانون نطعن عليه، ايه المشكله؟ حرام. 80,000 فدان هي نهيده، كل واحد كان يغرف ويجري يعني. يا ريت ربنا يكرم وتلاقوا له اي حاجه، ربنا يوفقك.
الله يكرمك يا رب، متشكر جدا. شكرا ليك يا استاذ سالم. طيب دكتور استاذ شحاته، يعني مثلا احد المتصلين قال على سبيل المثال 80,000 فدان باسم الركحي، وفي موضوع الوليد بن طلال اللي احنا بنتكلم عنه، هل هناك عقود اخرى في توشكا ليها نفس البنود او فيها نفس الفساد؟ لان احنا الاهتمام كله زي ما حضرتك قلت، ووسائل الاعلام متناوله الموضوع بقالها فتره، فكان الاهتمام كله منصب حول الارض اللي خدها الوليد بن طلال. لكن هل هناك عقود اخرى في توشكا؟ في هناك عقود كتير جدا. هو النظام السابق على فكره لما فكر في مشروع توشكا، للاسف الشديد ان هو فكر فيه بطريقه مختلفه خالص. انه قال انه ما حدش هيستثمر هناك الا الشركات الكبيره والمستثمرين الكبار. عشان كده عمل لهم تسهيلات غير مسبوقه، تسهيلات رهيبه جدا جدا جدا. وسعر الارض انت لك ان تتخيلي ان عقد الوليد في بند ان هو يسمح له بتملك مصر كلها. البند بيقول ان اي ارض اخرى يستصلحها من حقه يتملكها وبذات السعر اللي هو 50 جنيه الفدان. اي